الصيف دايما بيحتاج حلويات باردة، وفي نفس الوقت ما تحتاجش وقت كتير في تحضيرها. هنعمل النهاردة أول فيديو للحلويات الباردة للصيف، وهو الرز بلبن. هنعرف ازاي يطلع معاكي كريمي وزي الجاهز وأحلى كمان. وأهم من كل ده إن مكوناته كلها بإذن الله موجودة في البيت. شايفين جماله؟ شايفين قد ايه كريمي؟ رهيب يا جماعة. بعد الفيديو ده هتكوني أستاذة في الرز بلبن. يلا ما تنسيش تعملي لايك وشير، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجة رفعت حلة على النار، وبعد كده نزلت فيها بكوباية متوسطة من الرز. كنت غسلاها كويس جدا، وعليها كوبايتين مية مغلية، وقلبتهم كويس جدا وغطيتهم لحد ما الرز استوى تماما. هو ده شكل الرز المطلوب. لو في النص حسيتي ان هو محتاج ميه مغليه تاني ولسه الرز ما وصلش للدرجه دي ان هو يستوي كويس، ممكن تزودي له شويه ميه مغليه. المهم النتيجه عندي يبقى الرز في الاخر بالشكل ده. احتجت كمان كيلو لبن كان بارد. اللبن اللي استخدمته كان كامل الدسم، والقشطه بتاعته كانت كويسه جدا، عشان كده انا محتاجتش ان انا ازود قشطه على الرز بلبن. لو اللبن اللي هتستخدميه كان الدسم بتاعه مش عالي، ممكن تزودي معلقتين قشطة كبار على الرز بلبن. وبعد كده نزلت باللبن على الرز، وشلت الكوباية على جنب هقول لكم هعمل بيها ايه. ونزلت كمان بالسكر. السكر هنا حسب الرغبة، انا عن نفسي حطيت كوباية حجمها متوسط، وكان السكر في الاخر مظبوط جدا. واخر حاجة كيس فانيليا، وقلبت كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. دي الكوباية اللي انا شلتها على جنب. طبعا اللبن كان بارد. نزلت عليها ب3 معالق كبار من النشا من معالق الاكل، و3 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام. الكريم شانتيه هنا في الرز بلبن بيخليه طعمه كريمي جدا وبيخلي طعمه غني. قلبتهم كويس جدا لحد ما الكريم شانتيه والنشا دابوا في اللبن، وبعد كده نزلت بيهم على الرز بلبن مع الاستمرار في التقليب لحد ما يتقل ويغلي كويس جدا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج على الفيسبوك وعلى التيك توك. شايفين بيغلي كويس من كل جنب. وقتها طفيت النار وبدأت احطه في بولات زي ما انتوا شايفين. شايفين جماله عامل ازاي؟ طالع مظبوط جدا، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، قوام مظبوط. ولسه كمان لما يبرد بجد رهيب يا جماعة. هتبقي بعد الفيديو ده استاذة في عمل الرز بلبن. انا هنا بدأت اسرع الفيديو عشان ما اطولش عليكم. انا هنا خلصت كل الكمية، اسيبها تبرد وبعد كده ادخلها التلاجة حوالي ساعتين، وبعد كده هوريها لكم بعد ما تخرج من التلاجة. ده كده شكله بعد ما خرج من التلاجة. شايفين جماله عامل ازاي؟ يجنن يا جماعة. ممكن تسيبيه سادة، وممكن تحطي عليه رشة قرفة، بتبقى حلوة قوي مع الرز بلبن وبتديله طعم حلو قوي زي ما انا عملت كده. ده صوص لوتس. طبعا احنا عارفين ان اللوتس مقاطعة، عشان كده انا عملته في البيت. لو عايزين الطريقة عرفوني في الكومنتات واعمل لكم بيها فيديو قريب ان شاء الله. بدأت انزل بصوص اللوتس على الرز بلبن، برضو بيبقى رهيب. انا بديكم مجرد افكار، حطي منهم اللي يريحك. ممكن تحطي ايس كريم، ممكن تحطي فاكهة، ممكن تحطي مكسرات، دي حاجة ترجعلك انتي. ده شكلها النهائي بعد ما حطيت عليها صوص اللوتس. شايفين شكلها رهيب ازاي وطعمها احلى كمان. انا هنا هوريكم واحدة من كل حاجة. بدأت بالقرفة. كلموني بقى على الجمال. شايفين قد ايه كريمي، قد ايه طعمه غني جدا. بجد يا جماعة رهيب. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟
اظن الشكل بيتكلم. انا حبيت ان انا اوريهولكم من جوه عشان تشوفوا قد ايه كريمي وقد ايه قوامه مظبوط جدا. القرفة اصلا بتدي طعم الرز بلبن حلو قوي. نيجي بقى بصوص اللوتس. شايفين شكله من بره عامل ازاي، طبقات على بعضها. برضو صوص اللوتس مع الرز بلبن بيديله طعم رهيب. حلو قوي يا جماعة. انا متأكدة ان الوصفة هتنجح معاكي من اول مرة وهتعجبك ان شاء الله. وده كان السادة. حبيت برضو ان انا اوريهولكم من جوه. شايفين قوام عامل ازاي. بعد الفيديو ده هتنافسي اي محل بتاع رز بلبن. ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم. واشوفكم يا حلوين في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.